حابة تسلقيها أو حابة تشويها، المهم في الآخر اهرسيها وفي صينية حلوة كده وحطيها في الفرن مع طبق مهلبية كده بصوا مفيش بعد كده. جربوها وإن شاء الله هتعجبكم، وبجد بجد بقى هتدعولي. السلام عليكم، ازيكم يا احلى اخوات، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. تعالوا نصلي على الحبيب، وكمان انزلوا تحت في التعليقات صلوا على الحبيب، خلوا قلبنا يطيب كده. اللهم صل وسلم وبارك على اشرف الخلق سيدنا محمد، عليه افضل الصلاة واتم التسليم. الفيديو النهاردة مش هنطبخ فيه او بصوا مش هنقول فيه مقادير، وكمان مش هنعمل فيه الصينية الجميلة دي. الفيديو بس النهاردة كده للتحنيس، هحنسكوا كده بصينية المهلبية بالبطاطا، البطاطا بالمهلبية أو المهلبية بالبطاطا، زي ما انتوا شايفين. لو حابة تشويها أو حابة تسلقيها، في الآخر هي نتيجة واحدة. بعد كده هرسيها ومعلقتين سكر حلوين كده وتحطيهم عليها، أو عسل أبيض طبعا، وكمان معلقتين سمنة، وياريت لو سمنة بلدي. وبعد كده طبقة من البطاطا، وعليها طبقة مهلبية، وعليها طبقة بطاطا تانية، وحطيها في الفرن كده وحمريها من فوق ومن تحت. وابدأي بألف هنا وشفا على قلوبكم كده، وذوقوا الجمال والجمدان، حاجة كده من الآخر، حاجة جميلة جدا جدا في الشتاء اللي احنا فيه ده. والبطاطا ما تتاكلش الا كده اساسا، طعمها حكايه حلوه جدا والله، جربوها. بما اننا بقى في موسم البطاطا والبطاطا شغاله اليومين دول ما شاء الله، فجربي بقى الطريقه دي مع البطاطا وان شاء الله تعجبك وهتعتمديها على طول جدا. الطريقه دي انا نزلتها في كذا فيديو قبل كده، فما حبيتش معاكم انزلها كمان في الفيديو ده واعمل لكم الطريقه كمان، فحبيت كده اوريكم الشكل النهائي واحنا بناكلها كده سوا مع بعض. حلوة جدا جدا، جربيها وان شاء الله هتعجبك. وكمان الطريقة بتاعتها بسيطة جدا جدا، ويعني كمان اللهم صل على سيدنا محمد، الطريقة سهلة بمجرد ما بقولها لكم كده بس، نظري حلوة. لو عايزاها بقى عملي، ادخلي بقى على الفيديوهات القديمة عندي، هتلاقيني منزله لكم كذا يعني كذا مرة الفيديو ده على القناة، عاملاها لكم ما شاء الله في طاجن وعاملاه في صينية قبل كده. فلو عايزين الطريقة عملي، ارجعي يلا على طول الفيديو للفيديوهات عندي وادخلي القناة عندي. انا ايمان ودي قناتي يوميات بتمنى تشرفيني في القناة وتنضمي لعيلتي، وان شاء الله نفيد ونستفيد مع